يوم 6 أكتوبر سنة 73، وتحديدا يوم السبت الثالث من أكتوبر عام 1973 العاشر من رمضان. أنا كنت في سنة أولى إعدادي، وكان أول يوم دخولي الدراسة بذات اليوم، يوم السبت. كان أول دراسة لينا، دخلت المدرسة أول يوم فترة مسائية في مدرسة شبرا الثانوية، شبرا الإعدادية. خرجونا من المدرسة في الفترة المسائية طبعا بعد الساعة 2، مشونا، ما اعرفش مشينا ليه، فرحان ان احنا خرجنا بدري من المدرسة وكده، لسه طفل صغير. لكن وانا خارج لقيت الناس فرحانة، والناس بتهتف، والناس بتحضن بعض، والناس بتقول عبرنا قناة السويس، عدينا خط بريف. انا مش فاهم يعني ايه قناة السويس، يعني ايه خط بريف في السن ده. فمن هنا ابتديت اشتري الجرايد، واول مره اشتري الجرايد وانا في السن ده كان الاهرام والاخبار والجمهوريه، وكان الجيل اللي موجود كان بثلاث تعريفه الجورنال. وابتديت اقرا الجرايد واخد القصاصات منها، اقصها واعمل منها قص ولزق، وقصائد الشعر بقى ابتدت تشدني، او اخدها وانقلها في كشكول. ويمكن انا محتفظ بالكشكول لغايه هذه اللحظه، موجوده عندي في مكتبتي. فمن هنا ابتديت اتعلم بقى القراءه بقى الخارجيه بعيده عن المنهج الدراسي، وابتدي بقى يعني 6 اكتوبر هي اللي علمتني اكتب شعر، وعلمتني الثقافه، وعلمتني القراءه. فانا بدين بالفضل اليوم الثالث من اكتوبر 73، وبعتبر نفسي انا من جيل 6 اكتوبر 73. وعايز اقول كلام